ابني شبيك؟ ابي سرح 5 اشهر سيدي، لقيته بقوليه بالموفقيه سيدي، ما عنده الا وين. يا سيدي يا سيدي بدون عينك. هسه اجيك والله العظيم هسه اجيك والله. لقيته بقوليه الراس انرجت بالموفقيه سيدي من حيرته، ولحد الان لا مطيني بنفسي ولا مطيني ما مطيني لا ابني ولا مطلع لي قريبتي. منو هذا؟ يا سيدي ابني سيدي. صار بست مجالات خدمته كان. يا سيدي بدون عينك. خدمته انت انا عندك شيء عندك هناك ترتاح وهسه نقعد انا وياك نسولف. يلا ما مطلعين القريب لا مطلعين ابني والله وبك سيدي ما اروح وياك. ما لا هسه انا موجود هنا والله. بس استريح جيبوا له ماي جيبوا له ماي استريح هذا بدون عينك الله يابك. انا موجود يمك والله، موجود خدمتك سيدي. ولا ابني والله يشتغل حامل ببغداد ما عنده غيره والله. اي سيدي جاني ساعتين على موبايل راح من يمي نص ساعة بالعشرة ونص انطفى الموبايل يمي جيران ماكو بمنطقتي. عدى 4 جهات عافوا وذولاك سردوا وراحوا من يمي. هسه انا قاعد قدامي وينك نتهم التفاصيل. لقيت بقونية ايوه يبيعك انا خدمة بس خلي تيداب رمي ما لقينا كل شيء سيدي. الدور لا هو مطيني اياه. الله يعينك خدمتك انا هسه بس ارتاح ولا مطلعين. بس ارتاح خلي اجيب لك ما يشرب. انا ما اروح والله. انا بس رحت لبغداد ما خلوني ادفع، قالوا له روح للسون روح. انا هسه يمك بس اشرب. الله يرضى عليك. اشرب ما يشرب ما من رفد واروح لعينك. الله يحفظك ويسلمك. الله يحفظك. بارك الله سيد عندي موضوع. انا اسمي اسامه بالسجن طلع اسمي اسامه مو بالسجن هاي السجن اتكسر سببت لي مشكله. والهسه شنو وين وصلت؟ هسه هذا كتاب الاستخبارات اخر كتاب لازم يجي لهنا حتى يتحققون بان انا ما علي اي مطلوبيه حتى اغير اسمي. اجى الاسم اسم ديمون وليس دبر. اجى اسم جدي النوب غلط. انا حتى هسه اطفالي بالمدرسه بعدهم مسجلين بالجنازه بعدهم مع البيانات، وانا حتى هسه اعزب وانا منتسب حتى بالزوجين ما مسجل. اذا هسه باستخباراتهم طلع اسمه غلط. سيدي الحل هو هناك دبعون يعني حتى من يجون الاستخبارات بالبيت دبعون، بس هسه الكتاب وصل هنا لديمون. خاف هم غلطان بالطباعه غلطان. اريدك تشوف لي اياها. خبر بالاستخبارات خلي صح الاسم. انت هنا من جنسيه غير بدك تكمل بالبطاقه الوطنيه؟ ليش ما تكمل اسمه؟ كمل الاسم الصحيح. احنا هسه هنا الغلط وطلع غلط باسمه. هسه صححوا اسمه تاكدوا من عنده اولا. عند موافقتين سيدي. موافقتين تصحيح الاسم. نعم سيدي. كتاب قبل الاستخبارات انا باقي هنا. هسه من اوصل للبطاقه الوطنيه ترجعوا تخلصوا لي شغلكم. ماشي؟ قبل لا اطلع وقبل لا اطلع كون شغلته اجراءاته كامله. انا موجود بالبطاقه الوطنيه تعال هناك. وزاره الداخليه جاي تعيش حياتين في آن واحد، تعيش حياة المدنية وتعيش حياة العسكرية. الخدمة اللي جاي تأدوها أنتم خدمة مدنية بحتة، بالإضافة إلى أنه وزارة الداخلية تشوف الشارع هي لازمة الأمن الداخلي. وبالأشهر الجاية أنه وزارة الداخلية راح تستلم مدن وتطلع الجيش خارج المدن. فهاي حياة عسكرية وحياة خدمية. لذلك قد يكون أنه ثقلين راح يصير عليه. ايش يحتاج لنا؟ يحتاج لنا نكون نتعامل مع الناس بقضيتين. القضية الأولى عمل يابي إنسانية. والقضية الثانية يكون أدي عملي بصورة صحيحة. هذا الضبط يكون على الضباط، على الموظفين، على المنتسب. اللي تشوفوه مثلا شو متمرد أو منتشيله على أحد ومنتشيله على جهة يمي، انطوني اسمه قولوا يابا مديركم موجود، قولوا يابا هذا عندنا فلان ضابط منتسب مدني كل الجنسين مرة أو رجل، قولوا لي يابا هذا هيك وضعه، هذا ما جاي يلتزم ما جاي يطيع، يعني اعتقد اني ما وصلوكم. بأحوال الصدر قالوا لكم بعض الموظفين المدنيين والمنتسبين ما قبلوا يصيروا مدخلين بيانات. واحد قال انا ماجستير وانا واحد قال انا مالي خلق. نقلت واحد لدياله وواحد للحله وواحد للديوانيه. اولا المفروض انه انتم عسكر دوائركم تكون منضبطه بمن؟ اولا قيافه المنتسب اللي عندكم ضابط والمنتسب والموظف المدني. قيافه كامله
يجيك موظف يقول لك انا مدني ما البس كيفك من الباب كله توكل لا تدخل. بدل رسمي يجي يحترم نفسه ويحترم دائرته ويحترم المواطنين اللي موجودين. من يجي واحد مرتب نظيف حتى المواطن اللي يجيك نقول ناس مرتبين نظاف يعني هسه بتعبيرنا العامي هيك. من اجي اشوفه بهاي الوضعيه واحد لابس تيشيرت اصفر واحد لابس اخضر واحد لابس بنطلون كاوبوي. هذا كلام مو صحيح. اخوان الاعزاء نبقى راسطهم هذا توجيه. متى ما انه اكون قائد على قمه هرم دائره عمل بهاي العين ومره ما يمتى ما يحتاج من الانسان واشوف حاله انسانيه اكون بهاي العين. اذا ابقى بهاي العين يعني وضعي يكون مو صحيح، واذا كنت دائما بهاي العين هم وضعي يكون مو صحيح. لازم اكون وسط. خير الامور اوسطها. لا اخلي الدائره تروح ولا اخذ الدائره في حال الشد. لذلك انا اقول انتم ضباط وقاده في محافظه باقضيتكم ونواحيكم. يجب ان الضباط يكون اولا من ثم قضيه الانسانيه ولا تتعاملون مع المواطن بقضيه انا ضابط هو محتاجني. لا، انت لو ما المواطن انت ما كنت هنا. صحيح انت تعبت وكليه والى اخره، بس انت جيت شنو؟ جيت تخدم، ما جيت تتراس على دائرتك وتضبطها. اي نعم، هذا الضبط مال الدائره مالتك هي راح تنعكس شنو؟ تنعكس على المواطن وخدمته فقط. كل اللي موجودين بخدمه هرم الدوله لاخر موظف هم بخدمه الشعب. اللي قعدنا على الكراسي هو الشعب. سو هسه انا مو مرشح يعني كنائب، ولكن هي سياق الدوله هيك. قعدتني الحكومه لان الحكومه قعدتها البرلمان انتخب الشعب، اذا مصدر سلطات الشعب. شلون انه يكون لكم مقامه يكون اخذنا خدمه صحيح. ان شاء الله اخوه اعزاء ان شاء الله شرفتوا وان شاء الله اكون في خدمتكم وكل احتياجاتكم الموجوده. قلت اذا تريدون ان تطاع اطلبوا المستطاع. احتياجاتكم الموجوده كملوها وان شاء الله توصلنا خلال ايام.